يا مرة يا مرة يا مرة يا مرة، ما تمدش يدك يا كبير، يدك تغير. تروحي فين؟ هجيبك وانت بتجري في الربع الخالي. يا جدعان في ايه؟ اخوك عاوز يضربني بالمركوب. لا فين المركوب لا تلافى زمارة رقبتي. هو انا عبيطه اديك المركوب عشان خاطر تضربني بيه؟ ما تديله الكركوب وتطلعوا بره وتخلصوا لي. انا ما طلعش من هنا غير لما تعجل اخوك. واه وانا مجنون جن لما يرفعك. يا كبير استهدى بالله ممكن تفهموني في ايه؟ ممكن اساعد. دخلت على النغنوغه دي اثناء ساعات العمل، لقيتها قال ماسكه الموبايل وبتلعب في زفت تيوب. طب ما عادي يا كبير، ما كل العالم بيخش على اليوتيوب عادي يعني، الا لو عندها اكونت بلس 18. بلس 18 ايه انت كمان؟ دي مخها من 16 يا جوني. النت ده كله بلاوي سودة فوق ما خيالك ما يجي. جاموسه كيف دي لو سرحت جوا ما عرفتش ترجع لي بيه. دقيقة انت يا بت، انت مش الباقة خلصت حداكي؟ جبت نت منين؟ منها تزبطوا. اسكت، هو انا ما قلتلكش انا كنت بتفرج على ايه؟ على ايه؟ ما انا كنت بجري وراك عشان اعرف. انا كنت بتفرج على الحاجة كسباني اللي اخدت منيها طريقة شوي الكفتة في اوضة النوم اللي عملتها لك وعجبتك يا كبير. ايوه ثانية واحدة، انت شويتي كفتة في اوضة النوم وانت عجبتك؟ ايوه عادي، الا بالحق ما تبقيش تعمل الكفتة مرة تانية في الأوضة. كانت تقيلة يا كبير؟ لا كانت زينة، بس يعني ريحة المخدات بقت طرب، قفشت فيها الريحة. وزيت الغلية طرطش على البلغة شوه لي وشه. يعني انتوا عاملين باربيكيو في الأوضة عادي، بس اللي مضايقك ان ريحة الطرب قفشت في المخدات؟ معلش يا كبير، اصله ما يعرفش مين هي الحاجة كسباني. اوريله فيديو الكفتة؟ لا وريله طريقة عمل الخبيزة تحت الترابيزة، ولا وريله طريقة عمل الأرنب المسلوق تحت شجرة البرقوق؟ لا أنا هموت وأشوف الفيديو. أبوس إيديكوا وروني أي حاجة، أنا الفضول هيموتني. وبقول لكل اللي شككوا في كفتتي وفي كفتة كسبانة أهو قدامك أهو، أنا بشوي الكفتة في أوضة النوم. إنكادي يا أم همام، إنكادي يا أم حسين، إنكادي يا أم صباح. ليه كفاكي بقى عايز انام؟ حرام عليك يا راجل اتهدي بقى، ده احنا لايف. نام إن شاء الله تنام ما تقوم، ولا تروح تنام في أوضة العيال. ويرضيني رجعت لكم، أنا كسبانة كفتة واحدة مش كفاية، والطعم حكاية. كسبانة. مربوحة أنا كنت متعاطف معاكي، بس بعد القرف ده لا، الكبير كان عنده حق يضربك بالكركوب ويحجر عليك كمان. ايه ده؟ ازاي؟ الجرف في اللي انا بقوله ده يا سيجوني، ده الست كسبانة دي أثرت في طبيخ كل ستات المزاريطة. الحاجة كسبانة دي فلاورها كتير. اوه ماي جاد، فلاورها؟ طلع لها في رقبتها ده ولا ايه؟ انا اقول لك في خيالها هي فلاور دي جمع فلور، عشان تعرف اخوك عايش في ايه وبيعاني من ايه. فلاور يعني فولورز. ايوه شوف ثقة، تعك العكة وتبقى مفضوحة ومكملة. ايوه مش ممكن. شوف الست دي عندها قد ايه فلاور. يا نهار اسود، 500,000 متخلف. انا مش مصدق. لا صدق يا ولد ابوي، خلاص احنا بقينا في زمن تعمل اي ربرابة تنزل النت عادي، ليس يبقى كويس. هدرس قابلني في القهوة دلوقتي. كانه ليس. السلام عليكم. ازيك يا عم حسن؟ خير يا سيدوني، خليتني اسيب الماتش ودبتني على ملا وشي ليه؟ لا بقول لك ايه، من قبل ما نتكلم، ملا وشي ولحم بطني ونايم على وداني، الكلام ده ما بحبش اسمعه، ما بفهموش. عندك حاجه. طب خليتني اسيب الماتش ليه يا سيدوني؟ ماتش ايه ده؟ واه انت ما خبرش؟ لا ما خبرش. النهارده سيراميكا كليوباترا بتلعب ايسترن كومباني. ايسترن كومباني؟ ده ايه؟ ده الدوري الفنلندي؟ فنلندي ايه؟ الدوري المصري والممتاز كمان. ازاي يعني؟ إيه ازاي ده مع مش فاهم حاجه. ايوه فهمت. ايسترن كومباني دي اللي هي الشرقيه للدخان. تخيل الحدث، كليوباترا هتلعب الشرقيه للدخان. ازاي حدث رياضي يبقى فيه كم الدخان ده كله؟ ده اللعيبه هتكحكح في الماتش. ما هو دي اللي فيها يا سيدوني.
طب قول لي ده ابني ليه؟ جايبك عشان في خبر مهم جدي. خير يا سيدوني. انا قررت قرار هيغير حياتي وحياة الناس كلها. حياتك وحياة الناس؟ هتتبرع بأعضائك يا سيدوني؟ انا قلت كده؟ انت بتستنتج؟ انا طلبت منك تستنتج؟ ما هو انت ما قفلتش الجمله يا سيدوني وسبت لي مساحه للتفكير. ده غلطي، بس تعالى نطلع منه بفايده. من النهارده ما تستنتجش تاني خالص، انت فاشل في الحته دي. نويت ابقى بلوجر. صح يا سيدوني؟ بلودر يعني الفلونسر فاشونيستا سلاش ميك اب سلاش تيست فود سلاش توب اوف ذا توب سلاش. كفايه السلاش عماني. الله عليك يا سيدوني. انا معاك يا سيدوني، ونعمل فيديوهات سوا كيف زينب واحمد وحمدي ووفاء ودبس مصر وسناء والواد سوسته وشيماء. مين دول؟ ولو عملنا كده انت ناوي تطلع ايه؟ زينب ولا وفاء؟ نسيت شيماء. انا ما اعرفش اساسا الاء من فيحاء. خلاص اهدى يا سيدوني اهدى. خلاص شوف عاوز تطلعني في ايه وانا معاك. انا مش انك تطلع خالص. ما جبتش السيره دي من اساسه. مش ممكن. انا لسه ما دخلتش في الموضوع وحرقت لي دمي. ده انت حتى ما سالتنيش عايز تبقى كده ليه؟ وده عايز السؤال يا سيدوني. اكيد عاوز. بص برضه بتستنتج تاني. لا انا بداوم. انا سالت؟ ايوه سالتني، قلت لي ما سالتنيش ليه. سوري. طب يلا جاوب على سؤالي. اكيد يا سيدوني عاوز تعمل كده علشان تعمل فيديوهات تلم بيها مشاهدات ويبقى معاك الوفات تسجد بيها بنات وتبقى مشهور كيف زينب والاء وعلاء وملساء وشيماء. خلصت؟ ولا لسه؟ هتكمل لحد الصبح بقى. اي حاجه اخرها لحد ما يجي لي فتاء نجري على الدكاتره بقى من الصعيد للوراق. ولما لقاش نروح بولاق. عجبتك يا سيدوني؟ لو سمحت ما تجرنيش للتفاهه دي لو سمحت. طب فهمني يا سيدوني، ليه عاوز تبقى بلودر؟ انا والله العظيم لو اعرف انها بلودر اقسم بالله العظيم ما كنت هوبت ناحيتها. امال اسمها ايه؟ بلوجر. ايوه بص كويس على الناس في القهوه من غير ما ياخدوا بالهم، بصنعة لطافه كده. مش ملاحظ حاجه غريبه؟ لاحظت يا سيدوني؟ عم حسن بيشرب حلبة بحليب. مش ده اللي قصدي عليه، وبعدين طبيعي احنا على قهوه كل الناس اكيد بتشرب حلبة بحليب. لا عم حسن بس هو اللي بيشرب حلبة بحليب. طيب بلاش دي. بص كويس بس بنظرة اعمق شويه وحاول تحس ايه اللي شاغل تفكير الناس. الناس هتفكر في ايه؟ فهمت يا سيدوني. الناس هتفكر منين عم حسن ده فلوس الحلبة بحليب؟ انت لو جبت سيره عم حسن تاني او الحلبة بحليب انا هدفنك. خلاص يا سيدوني خلاص. ايه ده؟ نخلص من شيماء الاء اسماء نخش في عم حسن والحلبة بحليب. طب ما تفهمني يا سيدوني. بص كويس الناس مركزه في ايه؟ ما تبصش عند عم حسن. عم حسن روح انا هحاسب على الحلبة بحليب. بص كويس. مالها الناس عامله كده، ماسكه الموبايلات وعامله كده كلهم. طب ما دي عادي يا سيدوني. لا مش عادي، ربنا ما خلقناش ماشيين عاملين كده. صح. جوه الموبايل بقى فيه السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت وحش كبير بيبلع الناس زي ما عم حسن بيبلع الحلبة بحليب. شفت انت كيف مركز مع عم حسن؟ المهم انها وصلت. انا سألت نفسي جوني ايه اكتر حاجة انت مميز فيها؟ لقيت حاجات كتير بس قلت لا لازم اركز ايه اكتر حاجة انا مميز فيها. لقيت اني بأثر في الناس اهو. مش انا مأثر فيك؟ يعني في حاجات بسيطة. انت فوتوكوبي مني. وليا الشرف يا سيدوني. فقررت اطبق مثل امريكاني انا هقول لك بالعربي. قوله بالامريكاني. مش هتفهمه وهنقعد لحد بكره. لو بتعمل حاجه كويس قوي ما تعملهاش ببلاش، خليها شغلتك. فقررت خلاص ان دي تبقى شغلتي. حلو، وانا معاك يا سيدوني. نأثر سوا على الناس بحيث ان انت لو ديت تأثر على حد وهرب منك احلك عليه واثر عليه. واحنا بنقفش في فراخ يا ابني؟ انت مجنون؟
على فكره انت بتحشر نفسك برضو كالعاده كده من تحت لتحت، عشان انت عارف كويس قوي ان جوني لو عمل صفحه هيبقى فيها كام بليون فولور. لا يا سيدوني، انا مش كده، انا عاوز اساعدك. انا شفت ولا مليون فيديوهات على التيك توك وعاوز افيدك ببنات افكاري. انت اساسا ما تفهمش يعني كلمه بنات افكاري. لا انا خابر يعني ايه بنات افكاري، يعني الافكار الحلوه. لا ثانيه واحده، مش شرط خالص ان بنات افكاري تبقى حلوه. لا يا سيدوني، البنات الافكار اللي هي الافكار الحلوه، عشان البنات الحلوه كيف شيماء والاء تاني اقسم بالله لو قلت اي اسماء. واسماء. خلاص يا سيدوني خلاص. هو انت يا متخلف فاكرني ان انا مستني منك افكار؟ انا اوريدي عندي افكار كتيره جدي. ايه هي الافكار دي؟ انا نفسي ابقى رمز للحب، للسلام، للجمال، زي افروديت. افروديت؟ عاوز تنفخ صدرك يا سيدوني عشان تعمل مشاهدات؟ هي طريقه مضمونه بس رخيصه، وبعدين الكبير لا يمكن يسمح ابدا ان اخوه ينفخ صدره. قصده حزلقوم ينفخ صدره علينا. انا متخلف جبت سيره نفخه صدر؟ ما انت قلت افروديت. افروديت؟ مين افروديت بالنسبه لك؟ افروديت بتاعت مازندر. مازندر؟ انا قصدي افروديت عند الاغريق، الهي تغرق في شبر ميه. ايه الاغريق صح يا سيدوني. انا هسهلها لك من الاخر. انا عايز اعمل فيديوهات هادفه. وهي افروديت دي فيديوهات هادفه؟ اسمح لي يا سيدوني، دي ملعبي. عاوز تعمل فيديوهات هادفه يبقى تعمل فيديوهات عن غدر الصحاب، خيانه الصحاب، قصات شعر مختلفه للصحاب. عارف انت بتتكلم عن، شفت الفيديوهات اللي شبه كده غريبه اساسا مش فاهمها. غير شعبي شغاله وواحد يتخانق مع صاحبته فيروح حاضن صاحبه، اصلا ده نوع حب وده نوع حب تاني. انا مش قصدي كده، انا قصدي فيديوهات تزق المجتمع لقدام، تخلي المجتمع احسن. اديني مثال يا سيدوني. يعني مثلا نجيب واحد هوملس غلبان، احنا بقى نديله اكل، نعلمه صنعه، نلبسه حلو، نقصر ضوافره، ويبقى انسان كويس ويفيد المجتمع. طب واحنا هنجيبوه منين يا سيدوني؟ احنا الحمد لله في المزاريطه ما فيش هوملس خالص. دي ما فاتتش عليا. انا فكرت لقيت ان احنا ممكن نمشي بسكه فيك ات تيل يو ميك ات. يعني نجيب واحد عادي، انسان عادي، نخليه يمثل على الناس انه غلبان ومش لاقي ياكل لا انا قصدي ان احنا يعني دي حاجه كويسه نعمل بيه تمثيليه. تمثيليه ايجابيه يعني ايجابيه، يعني الناس تتاثر بيه صدقني. لا والله لا يا سيدوني. وانا بقنع امك ليه اساسا؟ انا مش فاهم انت ازاي عملت سويتش المواقف كده ازاي؟ انا اسف يا سيدوني، بس انا معاك يا سيدوني. هنا واي هشوف لك سكه تبقى معايا. ايه بس هنجيب الهوملس ده منين؟ هفكر فيها. تيجي نلحق يا عم حسن؟ ايه يا سيدوني؟